ساعات بنقرأ عن القوانين زمان ونستغرب منها ونشوفها تعسفية أو مش مناسبة، لكن هل في قوانين غريبة ممكن ما يخطرش على بالك إنها ممكن تكون موجودة دلوقتي من شدة غرابتها؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو أنت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. من القوانين الغريبة جدا في السويد وسويسرا إنك ما ينفعش تشد السيفون بين الساعة 10 بالليل و6 الصبح في المباني السكنية، وده عشان محدش من الجيران يصحى، لأن الحكومة بتعتبر الصوت ده مزعج وممكن حد يشتكيك. فلو قررت تسافر في يوم للسويد أو سويسرا حاول تلحق نفسك بدري قبل الساعة 10. تخيل معايا انك ممكن تدخل السجن وتتغرم غرامة كبيرة عشان بس بتمضغ لبان. لو فاكر ان ده هزار فما انصحكش تسافر سنغافورة، لان مضغ اللبان في سنغافورة ممنوع ومجرم قانونيا، وغرامة مضغ اللبان في الشوارع ممكن توصل ل$1000. اما بقى اللي يهرب اللبان او يدخله لسنغافورة فعقوبته بتوصل للحبس لمدة سنة وغرامة $5500. لو انت بقى شخص بتحب الاكل ومش فارق معاك وزنك فانت تحمد ربنا انك مش عايش في اليابان، لان في قانون مخصوص اسمه قانون ميتابو، وده بيجبر اليابانيين على اجراء فحص سنوي لمحيط وسطهم، واللي محيط وسطه بيعدي 85 سم للرجاله او 89 سم للستات ممكن يتفرض عليه غرامه ماليه، ويتم اجبارهم على اتباع انظمه غذائيه عشان يتم التخلص من الوزن الزايد. عشان كده من النادر تلاقي شخص تخين في اليابان، ما عدا مصارعي السومو اللي بيتم استثنائهم من القانون ده. لو سألت عن أكتر مكان فيه قوانين غريبة في العالم فبكل تأكيد المكان ده كوريا الشمالية، ومن أغرب قوانين كوريا الشمالية قانون حظر مشاهدة الأفلام الأجنبية، وبالأخص أفلام كوريا الجنوبية، وعقوبة الجريمة البشعة دي في كوريا السجن لفترات طويلة وممكن كمان توصل للإعدام. وبرضه ممنوع ارتداء الجنس في كوريا الشمالية، وأي شخص بيتشاف لابس جنس ممكن يتحبس لفترات طويلة، وكمان ما تقدرش تعمل قصة لشعرك إلا القصات اللي الحكومة محددها لك سواء كنت راجل أو ست. ولو فكرت أنت أو الحلاق بتاعك تعملوا قصة مختلفة فمصيرك بكل تأكيد هيكون السجن. من القوانين الغريبة في ألمانيا إن بنزين عربيتك لو خلص منك وانت سايق على أي طريق سريع فدي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وهيتم فرض غرامة مالية عليك ممكن توصل لرقم كبير لو وقوفك ممكن يسبب خطر، لأن ألمانيا بتحذر وقوف العربيات على الطرق السريعة. عشان كده لو كنت في ألمانيا فتأكد إنك مونت عربيتك كويس قبل ما تتحرك بيها. من القوانين الغريبة في فرنسا هو إنك تقدر تتجوز وتعمل فرحك على شخص ميت، وبالفعل من فترة للتانية بيتم عمل فرح وبيكون العريس واحد ميت، والقانون ده تم صياغته بسبب أعداد الوفيات الكبيرة في الجنود الفرنسيين بعد الحرب العالمية التانية، فسمح القانون الفرنسي لأي واحدة كانت مخطوبة من جندي إنها تتجوزه بعد وفاته وتعمل فرح كمان كأنه شخص لسه على قيد الحياة. عمرك شفت قانون بيمنع الموت في مكان معين؟ فيه، بس في بريطانيا. طب ازاي؟ في قانون بريطاني بيمنع الموت لأي شخص من العامة داخل قاعات البرلمان، وظاهر القانون يبان غريب ومش منطقي، أكيد محدش بيقدر يتحكم في لحظة أو مكان موته، لكن الحقيقة أي شخص بيموت داخل قاعات البرلمان البريطاني أيا كان سبب وفاته بيتم تسجيل مكان موته في مكان تاني غير البرلمان. فلو سافرت في يوم بريطانيا فيفضل ما تروحش خالص ناحية البرلمان البريطاني. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.